ايه في ايه؟ دودة؟ فين الدودة؟ فين هي؟ دي دودة؟ فين ايه هي؟ يلا تعالي يا دودة. دي جميلة، دي دودة الأرض دي. خلاص اهي روح يا دودة. أهلا بيكم من أجمل مكان في العالم في الزراعة. تخيلوا أنا فين؟ كل ده سماد طبيعي. بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات زراعة على قناة كايرو جاردن. لو انت بتحب الزراعة وبتحب زراعة النباتات اشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. احنا اهو في السيزون بتاع تجهيز الارض. بص بقى كل الاراضي هنا لسه فاضية ازاي، ما اتعملش فيها زرع. دلوقتي ميعاد حاجة من اهم الحاجات اللي انا بعملها سنويا وفي الوقت ده. طبعا لو يعني انتوا عارفين ان انا سافرت فترة، بس الحمد لله رجعت انجلترا تاني ورجعت للارض تاني ورجعت لاحلى حاجه بتتعمل وهي تجهيز الارض. ده السماد هنقله في العجله دي ونطلع بيه عشان نحطه في الارض. وهوريكم دلوقتي انا جهزت الارض ازاي. انا جهزت الارض بان انا حطيت كرتون عشان اخلص بقى بدل ما تعمل ويدنج وتبدا تطلع الويدز اللي في الارض اللي هي الزرع اللي انت مش عايزه. وهحط فوق الكرتون ده سماد من النوع اللي انت شايفه ده كل ده سماد بتاع حصنه. بيجوا الناس طبعا. بص ده شكله اول ما بيجي بيبقى بالمنظر الاصفر ده، بياخد شويه وقت عبال ما يتحلل، وبعد ما بيتحلل بيبقى بالمنظر ده. ده اللي انت عايزه للتربه. مش عايز تحط سماد لسه ما اتحللش عشان مش هيظبط معاك وهيجيب لك يعني حشرات بقى في الارض وحاجات كده، فلازم تسيبه يتحلل. طبعا هسيبكم انا دلوقتي عشان لسه قدامي مشوار. خلاص اهو اتملت. المرحله اللي جايه بقى ايه؟ نطلع على الالوتمنت بتاعتنا او حته الارض ونبدا نحط ده. والعمليه دي محتاجه تتكرر مثلا ايه على قد ما تقدر، مش حاجه بتعملها مثلا مره وخلاص. وده ميزه ان انت عندك هنا جنبنا زي اسطبل كده بتاع حصنه، بيجيبوا بقى كل الروث بتاع الحصنه ويسيبوه هنا علشان الناس اللي بتزرع في المنطقه دي يبداوا يحطوه في الارض. وده سماد طبيعي خالص، ولا بتحط اي كيماويات ولا اي حاجه زي كده. يلا انا هاخد بقى ايه دي واطلع بيها على الارض. السماد اللي جبناه السماد الطبيعي، وادي الارض. بص المنظر، وده انا الظل بتاعه زي ما انت شايف كده. انا عملت كل الجزئيه دي كلها تحتيها كرتون. شايف انت الكرتون اهو تحت. الناحيه التانيه نفس الكلام، ما قلبتش الارض، ما عملتش اي حاجه خالص، مجرد الكرتون فوق اهو. شايف انت الزرع الاخضر تحتيه عامل ازاي اهو، ولا الهواء. ده اسمه نو ديك جاردنينج، حاجه مريحه جدا. بتحط الكرتون زي ما انت شايف كده، وادي السماد، وهنفضي السماد على الارض ونملى دي كلها سماد طبيعي. واللي متابع كايرو جاردن من زمان قوي يعني، اللي هم المتابعين الجامدين يعني، فاكرين شجره التفاح دي. مشكلتها بقى ان هي من كتر التفاح بيدخلوا يعفنوا في بعض، وهنا طبعا الدنيا بتمطر. فمهم جدا المرحله اللي انا هعملها دي، وهي ان انت ايه بقى تقلل الكثافه بتاعت الشجره دي. فده اللي انا بعمله دلوقتي. طبعا انت يعني بص هنا الفرع ده فوق الفرع ده، انت مش عايز حاجه تبقى اوفرلابنج كده. اوفرلابنج يعني الاتنين فوق بعض، فهتروح شايل ده وانا بقى ايه هشيل ده كمان. الفروع اللي نازله على الارض برضو مش عايزينها، لان انت مش عايز الفروع تبقى باصه للارض، هتتقل الشجره وتكسر لك الجذع بتاعها. فانت بتحاول تقلل الكثافه. طبعا دي فرصه دلوقتي، انا شايف اللي مظهر من اللي مش مظهر. يعني انت اسهل لك ان انت تقص وانت شايف ايه اللي طالع فيه ورد. بص هنا مثلا ده فيه ورد، فانا ببعد عنه، ما بشيلوش غير بقى لو انا يعني خلاص لازم اشيله. فانا بعمل بقى ايه زي بتحلق كده للشجره وتدي لها ايه هيركت كده وتظبطها علشان تقدر تطلع لك محصول كويس ما فيهوش امراض. مشكله الشجر ده زي شجر التفاح، لو ما اهتمتش بيه بيطلع لك امراض كتير جدا، والتفاح نفسه مش هيتاكل معاك. عشان تاخد فكره ايه اللي بيحصل في الوقت ده، بص بقى هنا اهو. ده ارض اهي. الراجل ده عمل الترنشز دي او عمل الخطوط دي عشان خاطر البطاطس. وزي ما انت شايف اهي البطاطس بدات تطلع شويه، بدات اهي. دي اول حاجه عملها. وزي ما انت شايف برضو عامل دي عشان يزرع بقى بينز بقى او فول او حاجه زي كده. ده بصل بقى او توم او حاجه زي كده.
ايه في ايه؟ دوده؟ فين الدوده؟ فين هي؟ دي دوده؟ فين ايه هي؟ يلا تعالي يا دوده، دي جميله، دي دوده الارض دي. خلاص اهي روح يا دوده. بس كده. فده النموذج اللي انت عايز توصل له لو انت بتقلب الارض، مش بتعمل زي ما انا بعمل نو ديج كده، بتحط الغطا. وده الراجل ده زارع فول هناك اهو، شايف الفول؟ ده فول اهو، ده روبب. بس ده نموذج يعني للارض اللي انت ممكن تشوفها واحد بينظم ارضه وبيقسمها لاجزاء وبيزرع فيها كميه كبيره من الزرع. وهكذا بنفرد بقى زي ما انت شايف اهو. دلوقتي انا مليت الارض بالشكل اللي انت شايفه ده. نبدا بقى نغطي كل الكرتون. وزي ما انت شفت في طرق مختلفه، في ناس بتحب تقلب الارض وتشيل بقى البذور دي او الحشائش الضاره او الحشائش اللي مش مزروعه من جذورها، ودي طريقه يعني منطقيه اكتر من اللي انا بعمله ده. بس اللي انا بعمله ده طريقه معينه في الزراعه مستخدمه وناجحه وجربتها سنه ورا سنه، ومجهودها اقل شويه من مجهود انك تحفر وتقلب الارض والكلام ده كله. تقليب الارض بيأثر في الميكروبيولوجي بتاع الارض. يعني لو من غير ما اخش معاك في تفاصيل، الكائنات الصغيره جدا اللي بتبقى موجوده في التربه بتتاثر من التقليب الكتير ده، وان انت تكسر التربه نفسها والخواص بتاعتها بتتغير. لكن انت عايز تحط سماد، حط سماد على الوش، والارض هتمتصه واحده واحده مع الميه ومع الزراعه ومع التحلل وهكذا. التربه بقى دي انا عاملها مخصوص، بتتعمل في خلال مثلا سنه سنتين زي ما تعمل. بتبدا كده بالشكل ده، عباره عن كل الزرع القديم اللي عندك هنا في الجنينه، بواقي الزرع الميت كله بتحطه هنا وتغطيه، او تفضل تحط فوق تقلبه كل كام فتره لغايه لما تطلع لك التربه الجميله دي. بص بقى التربه دي، هي دي. طبعا انت مش هتصدق لو انت مش فاهم في الزراعه قوي، هتفتكر ان دي مش تربه. لا، دي تربه بالظبط كانت كده، وبعد سنه مثلا سنتين زي ما تيجي معاك، كل ما تزيد درجه الحراره تكون لك بقى الكومبوست ده، معمول انت اللي عامله يدوي. لكن ده ما يتعملش في البيت. في طرق كتيره جدا تعمل لك الكومبوست ده بسرعه، يعني يقول لك حط ميه ومش عارف مين وحاجات كده. بس احسن طريقه اللي يعني الناس اللي بيستخدموها في الزراعه هي الكومبوست. تجيب مساحه كده مربع كده زي ما انا عامل كده، وتفضل تحط فيه بواقي الزرع بتاعك. بعد كده لما بيتحلل بيوصل للمرحله دي. وفي طرق بقى كتير وميكسات كتير ونسب لو عايز يعني تتعمق في الموضوع، كرتون مع ورق شجر مع خشب بنسب معينه. ولكن انا بعملها زي ما انت شايف كده، مش عايز اقول لك بالبركه يعني، بس لا، بمجرد كل الورق الشجر او كل الورق الاخضر اللي انا بعمله بسيبه في المربع ده اللي معمول من الخشب، وبيتحول لتربه جميله جدا. هي دي كومبوست مجاني بتعمله في البيت عندك او في المزرعه عندك، وتحطه على روث الحيوانات. ادي ميكس اهو رائع. ده فيديو قصير لقناه كايرو جاردن، وبقول لكم فيه ان لسه المحتوى الزراعه موجود. غيرت شويه الفتره اللي فاتت وعملت شويه حاجات سياسيه، ولكن هخلي طبعا قناه كايرو جاردن للزراعه ودايما فيها زراعه، وهحاول برضو انوع في المحتوى. ولكن عملت قناه تانية اسمها بدون شو، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن تحت. بدون شو دي هي اللي بتكلم فيها بقى على الاحداث السياسيه وايه اللي بيحصل في السياسه، وزي ما تقول كده ريبورت على او اي احداث سياسيه بتحصل. لو انت انترستد او انت حابب الموضوع ده، خش هناك واشترك في القناه وادعمني، وهبقى مبسوط جدا لو شفتكم هناك. وبرضه خليكم في كايرو جاردن، ما تنسوش تعملوا شير للفيديوهات ولايك. واشوفكم في الحلقه الجايه من كايرو جاردن. قولوا لي عايزين نزرع ايه بقى في المربع ده. انا بفكر هزرع بتنجان السنه دي. انتوا بتزرعوا ايه؟ اكتبوا لي تحت في التعليقات، واشوفكم في الحلقه الجايه.